مرحبا بك عزيزي المتابع في الجزء الثاني من افتتاح الكاروكان. للتذكير، في الأبيض يفتتح ببيدق الملك، ندفع C6، يدفع بيدق الملكة، ومن هنا يأتي دفاع الكاروكان. في الفيديو السابق رأينا الادفانس فاريشن، أي التفريع عندما لا يقبل هذا البيدق. وفي هذا الفيديو سنرى ماذا سيحصل لو أخذ بالبيدق. إن قام بالأخذ بالبيدق نأخذ مباشرة، وبعدها يقوم بتطوير حصانه، ثم نطور هذا الحصان. وهنا الوضعية أقل تعقيدا مما سبق، لأن الأبيض بدون بيدق مركزي، وبالتالي أكثر سهولة. يقوم بتطوير فيله إلى هنا، ثم نطور الحصان، يقوم بالتبييت، نقوم بإخراج هذا الفيل، وهنا يقوم بتطوير حصانه، وهنا نقوم بدفع هذا البيدق من أجل القيام بهذه سلسلة البيادق، وبعد إخراج الفيل أكيد، واستعداد إلى تطوير هذا الفيل ربما هنا أو هنا، وبعدها التبييت، وسننتهي بهذه البنية البيدقية المتماسكة كما تجدون، وفرص كثيرة للفوز. في بعض الأحيان اللاعب الأبيض قد يغير ترتيب الحركات، لكننا سنقوم بنفس العملية. فمثلا قد يفتتح ثم ندفع، وعوض أن يقوم بدفع بيدق D5 سيقوم ببساطة بلعب الحصان مباشرة. وهنا نحن نقوم بنفس السيت اب، وبالتالي هنا نكون أيضا في دفاع الكاروكان، وبعدها سيقوم بدفع هذا البيدق، وبالتالي سنحصل على نفس البنية البيدقية، فقط تغيير في ترتيب الحركات. في بعض الأحيان اللاعب الأبيض مثلا سيقوم بهذه الحركات، ثم بعدما نقوم بمهاجمة المركز سيقوم بالأخذ، ثم نأخذ. وهنا سيقوم عوض أن يقوم بتطوير حصانه قد يقوم بدفع هذا بيدق إلى C4. وهذه الدفعة يجب إذن عوض أن نقوم بتطوير هذا الحصان سنقوم بالدفاع عن هذا البيدق بكل بساطة بهذا الحصان. أحسن من أن نقوم بمساعدة اللاعب الأبيض، فإن قمنا بأخذ هذا البيدق سيقوم بتطوير فيله، وسنكون هكذا قد ساعدنا اللاعب الأبيض في نشر هذه القطعة، وهذا شيء لا نريده، بل نريد أن ننشر قطعنا أولا. للتذكير عزيزي المتابع، نعود إلى البداية. يفتتح الأبيض ببيدق الملك، ثم ندفع هذا البيدق، يدفع هذا البيدق، وهنا الكاروكان. التفريع الأول هو الذي شاهدناه في الفيديو الأول، لذا يجب الرجوع إلى الفيديو الأول لفهم ماذا يحصل لو قام بهذه الدفعة. وفي بداية هذا الفيديو شاهدنا Accepted Variation، أي عندما يأخذ هذا البيدق. في بعض الأحيان هناك تفريع هو لا يقوم بأي شيء، ويقوم فقط بتطوير هذا الحصان. وفي بعض الأحيان أيضا يقوم بدفع هذا البيدق، لكن هذه حالة نادرة وحركة ضعيفة. لكن في كلتا الأحوال عندنا نفس الهدف، هو أخذ البيدق المركزي، وبالتالي سنستمر في نفس المهمة ونأخذ هذا البيدق، واللاعب سيستعيد البيدق بالحصان. وهنا نكون قد خسرنا بيدقا مركزيا، واللاعب الأبيض خسر بيدقا مركزيا، وبالتالي فنحن متعادلون إلى حد الآن، وهذا ليس شيئا سيئا بالنسبة للاعب الأبيض. وهنا نمر إلى المين لاين أو الكلاسيكال لاين، نستمر بمعاكسة هذا الحصان، والحصان أيضا يتطور إلى هذا المربع مهاجما الفيل. وهنا نعود إلى الوراء، ويجب أن تحذر عزيزي المتابع، مثل هذه الوضعية فيها الكثير من الحركات النظرية التي يجب أن نكون قد حفظناها. وبالتالي لا تقلق عزيزي، فالكثير من اللاعبين ليسوا متعودين على افتتاح الكاروكان، وبالتالي يمكن أن تقوم بلعب تشيس عادي، لكن احذر أن يقوم بأسر هذا الفيل، ففي الغالب من الأحيان سيقوم بدفع هذا البيدق مستعدا لأسر هذا الفيل. إن قمت مثلا بأي حركة عادية في الحركة القادمة سيقوم بأسر هذا الفيل وأخذه. لذا يجب أن تقوم بتفعيل مخرج لهذا الفيل، ربما بدفع هذا البيدق إلى هنا أو بدفعه إلى هنا. يجب القيام بإحدى الحركتين لترك مجال لهذا الفيل للرجوع، أو على الأقل لحبس هذا البيدق. عزيزي المتابع، لنشاهد هذه المباراة التي
هي تطبيق للعبة الكاروكان، لدفاع عفوا الكاروكان، كي نرى في الحقيقة كيف يقوم اللاعبون بتطبيق دفاع الكاروكان. الأبيض يفتتح ببيدق الملك، وهنا نلعب C6 ثم يدفع بيدق الملكة، وهنا ندفع أيضا بيدق الملكة، وهنا يقوم بالدفع. وهذه هي الأدفانس فارييشن من دفاع الكاروكان. كما شاهدنا في الجزء الأول من الفيديو نقوم بدفع بهذا البيدق، وهنا اللاعب الأبيض قام بالدفاع عن هذا البيدق بهذه الدفعة عوض هذا الحصان. وهنا عزيزي المتابع أريدك أن تقوم بعمل بوز للفيديو والتفكير في الحركة. إن خمنت أن الحركة المناسبة هي تطوير هذا الحصان لسبب واحد كما رأينا في الفيديو الأول، هو استمرار الضغط على المركز. وهنا يقوم اللاعب الأبيض بتطوير حصانه أيضا لتقليل هذا الضغط، لكن إن قام بتطوير حصانه تأتي بعدها مهمة هذا الفيل. كما تشاهد عزيزي المتابع، فالكاروكان كل الحركات انسيابية وسهلة. عندك حركات، إن قام هذا الحصان بالتطور لتقليل الضغط على المركز نقوم بتطوير الفيل وربطه مع الملكة. وهنا يقوم اللاعب الأبيض بتفعيل فيله هنا لفك هذا الربط، ثم نقوم بدفع هذا البيدق لكي تكون عندنا هذه البنية البيدقية المتماسكة، وأيضا نفتح المجال أمام هذا الفيل للتطور إلى هنا، وهذا الحصان للتطور إلى هنا، وبعدها إلى هنا أو الذهاب إلى هنا. وهنا يقوم اللاعب الأبيض بالتبييت، نحن نقوم بالتطور. وهنا في محاولة يائسة اللاعب الأبيض يدفع هذا البيدق إلى هنا لطرد هذا الفيل، على أمل أن نعود إلى هنا أو نعود إلى هنا. لكن في كلتا الأحوال هذا الفيل عنده مهمة أساسية هي مراقبة هذا الحصان، وبالتالي إن كان سيذهب إلى مكان ما فيجب عليه أن يأخذ هذا الحصان يستعيد بالفيل، وهنا نتطور بالحصان. وكما تشاهد أصبح هذا البيدق المركزي مهاجم من 3 قطع كما تشاهدون، ومدافع عليه فقط من قطعتين. فيضطر اللاعب الأبيض لتطوير فيله إلى هنا للدفاع عن هذا البيدق. وهنا اللاعب الأسود يتطور بالملكة إلى هنا مهاجما في آن واحد هذا البيدق، وبعدها يهدد بأخذ القلعة، وأيضا مهاجما هذا البيدق المركزي. وهنا هذه الحركة تجعل اللاعب الأبيض غير مرتاح، ويجب عليه القيام بأي حركة للدفاع على إحدى البيادق، وبالتالي سيضطر للدفاع عن هذا البيدق بحركة باسيف مثل هذه، فيعطي المجال للاعب الأسود لأخذ هذا البيدق المجاني، ثم يستعيده بالبيدق الآخر فيأخذه بالحصان، ثم يأخذ بالفيل مهاجما الملكة. وهنا اللاعب الأسود يقوم دائما عندما يكون عندك امتياز بيدق أو بيدقين يجب عليك القيام مباشرة بالتبادل بكل القطع، وذلك ما فعله اللاعب الأبيض. أجبر اللاعب الأسود أجبر اللاعب الأبيض على التبادل بالملكات، لأنه إن قام بالهروب بالملكة إلى هنا أو هنا أو تجنب التبادل فاللاعب الأسود سيقوم بأخذ هذه القلعة، وبالتالي يأخذ ثم يأخذ. وفي الحركة القادمة مستعد للقفز إلى هنا ومهاجمة هذه القلعة التي ليس لها مكان للهروب، وبالتالي يتطور بحصانه إلى هنا لخلق مجال للقلعة للمناورة. وهنا أيضا الانسيابية في حركات اللاعب الأسود. اللاعب الأسود كأن الحركات تقول لك العبني ها أنا، مثلا نحن نريد التبييت، هذه هي القطعة الوحيدة التي لم تتطور بعد، ها هو مكان تطويرها، تتطور وتهاجم في نفس الوقت، وتجبر اللاعب الأبيض على الدفاع بطريقة باسيف، ويحضر قلعته للدفاع عن هذا الحصان. هنا يقوم اللاعب الأسود بالتراجع إلى هنا ومهاجمة هذا البيدق، مجبرا مرة أخرى اللاعب الأسود على الدفاع، ثم يأتي بفيله إلى هنا، والآن أصبح يهاجم هذا البيدق بقطعتين، وبالتالي ليس للاعب الأسود أي طريقة للدفاع عن هذا البيدق، ويجد نفسه أنه ليست عنده أي حركات ممكن أن يقوم باللعب بها، فيقوم بحركة عشوائية لأنه ليست عنده الكثير من الاختيارات. يقوم بدفع هذا البيدق في حركة عشوائية لأنه ليس عنده الكثير من الحركات القيام بها. يأخذ اللاعب الأسود هذا البيدق، وكما ترى أن بار التقييم يميل إلى
اللاعب الأسود، فعنده الآن امتياز خطير. وهنا يقوم اللاعب الأبيض الذي ليس عنده حركة للأسف بدفع هذا البيدق، وهنا يأخذ هذا الفيل، ولا يستطيع الأخذ بالحصان لأن الحصان مربوط مع هذه القلعة. إن أخذ سيقوم اللاعب بالأخذ بالفيل، وبالتالي سيضطر للأخذ هنا، وبالتالي يصبح هذا الفيل يصبح عنده هذا البيدقان فوق بعضهما، وبالتالي هنا يقوم اللاعب الأسود بالتبييت. وكما تشاهد عنده بنية بيدقية متماسكة يصعب الهجوم عليها، وهنا سيقوم بالذهاب بإحدى القلعتين إلى هنا وبدء الهجوم مباشرة. وكما تشاهد هذا تفوق واضح للاعب الأسود، آه، وبعد بضع حركات يقوم اللاعب الأبيض بالريزاين وبالاستسلام.